يا أصدقاء، أنا عبدو. هل تساءلتم يوماً كيف لمبنى كامل أن يميل وكأنه سيسقط لكنه يرفض السقوط بوقاحة؟ هذا هو لغز برج بيزا المائل في إيطاليا. الحكاية بدأت عام 1183 حين قرر المهندسون بناء جرس للكاتدرائية، لكنهم ارتكبوا غلطة كارثية. حفروا الأساس لعمق 3 أمتار فقط، وفي أرض طرية جدا مليئة بالطين والرمال، وكأنهم يبنون فوق قطعة اسفنج. بمجرد أن وصلوا للطابق الثالث بدأ البرج يميل، وهنا حدثت المعجزة الأولى. اندلعت الحرب وتوقف البناء لمدة 100 سنة تقريبا. تخيلوا، هذا التوقف هو ما أنقذ البرج، لأنه أعطى التربة وقتا لتجف وتتماسك قليلا. عندما عادوا للبناء حاولوا خداع الجاذبية، فبنوا الطوابق العليا مائلة في الاتجاه المعاكس لتعديل الميل، فأصبح البرج شكله مثل الموزة. لكنه استمر في الميلان حتى التسعينات حين كان على وشك الانهيار. وهنا جاء الحل العبقري من المهندسين. لم يدفعوا البرج، بل حفروا وأزالوا التربة من تحت الجانب المرتفع، فعاد البرج للخلف قليلاً واستقر. والمفاجأة، هذه التربة الطرية هي نفسها التي تحميه من الزلازل، لأنها تمتص الصدمات ولا تهتز بنفس قوة الأرض. سبحان الله، الخطأ أصبح ميزة. أصدقائي، حلمي أن نكبر هذه القناة من 1000 مشترك إلى 1,000,000 مشترك بإذن الله. اضغطوا لايك واشتركوا الآن لنحقق الحلم معاً.